مرحبا بكم، مرحبا بكل الأخوات الحضور. نحب أول حاجة تحية شكر كبيرة للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الأستاذ محمد أنور النجمي. نحب قبل ما نبدأ الكلمة نحب نتوجه بتحية حب كبيرة برشا للوالد والوالدة متاعي ومن خلالهم هما إلى كل الأمهات وكل الآباء. تحية وقبلة على جبين كل الأمهات وكل الآباء. والتحية كذلك لكبير هذه الأمسية الأستاذ العزيز والعزيز جدا سي علي الحشيشة، فتحية كبيرة برشا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة زملائي أعضاء المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة وإطارات وأعوان دار الأسرة بصفاقس، باسمكم جميعا يسرني أن أرحب شديد الترحاب بكل أبناء المنظمة وكل الضيوف الكرام الذين شرفونا اليوم بحضورهم في هذه الأمسية الفنية الراقية والتي يؤسسها نادي الموسيقى دار الأسرة بقيادة الأستاذ محمد أنور النجمي وبمشاركة العدد من أبرز العازفين والفنانين بولاية صفاقس، مشكورين جميعهم. هذه الأمسية التي أردناها إشارة انطلاق احتفالات المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس بستينية انبعاث المنظمة، هذه المنظمة الوطنية التي عملت ولا زالت وستظل تعمل من أجل المساهمة في دعم كيان الأسرة ضمانا لتماسكها وترسيخا لثقافة الحوار والاحترام المتبادل والتواصل بين الأجيال وتفعيل دورها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع ومساعدتها على أداء وظائفها التربوية والاجتماعية والاقتصادية والعناية بالناشئة على وجه الخصوص قصد تجذيرها في هويتها العربية الإسلامية لاستيعاب التحولات العالمية والتفتح على القيم الكونية. هذه المبادئ والقيم التي ناضلت من أجلها أجيال وأجيال ضمن هياكل المنظمة فرعيا ومحليا وجهويا ووطنيا بكل وطنية صادقة ونكران للذات. ومن هؤلاء المناضلين من فارقنا منهم رحمه الله رحمة واسعة، ونذكر منهم المرحوم لحبيب قرفال مؤسس المنظمة، والمرحوم علي المراكشي أول رئيس للمكتب الجهوي للمنظمة بصفاقس، ومنهم الذين لا يزالون في الميدان يواصلون نضالاتهم إيمانا منهم بواجب أداء الرسالة وتحمل الأمانة. ونذكر منهم الأستاذ محمود مفتاح الرئيس الحالي للمنظمة، والأستاذ رياض مزيد الرئيس السابق للمكتب الجهوي للمنظمة بصفاقس. وهي فرصة أجدد فيها ومن خلالها أصدق عبارات الشكر والتقدير لكل نساء ورجالات المنظمة في كل شبر من وطننا العزيز عبر كل هذه السنوات. إن مسايرة التطورات العميقة والمتواصلة التي يشهدها العالم والتي يعرفها مجتمعنا هو ما يدفعنا ويدعونا إلى تجديد أساليب عملنا وتنويع أنشطتنا مساهمة منا في الذود على وطننا والدفاع على مصالحه وصيانة مكاسبه وتطوير منجزاته من خلال دعم كيان الأسرة وضمان تمسكها ومزيد العناية بالناشئة، وإيمانا منا بأن لا مستقبل بدون شباب واعي مثقف سلاحه العلم والمعرفة وتقديس العمل. ومع تجديد لكل عبارات الترحاب والشكر لكم على حضوركم، فإني أدعوكم إلى الانخراط في صلب هياكل المنظمة والمساهمة باقتناع وطوعية وبوطنية صادقة ونكران للذات في أنشطة المنظمة اقتراحا وإعدادا وإنجازا. وأبواب المنظمة مفتوحة للجميع ما دامت النوايا صادقة. شعارنا دائما متطوعون من أجل الصالح العام. المنظمة التونسية للتربية والأسرة شرف الانتماء وديمومة الوفاء وسخاء العطاء. شكري وتقديري لكل أبناء نادي الموسيقى دار الأسرة وللصديق المبدع حاتم الحشيشة مدير هذا المركز ولكل أبناء مركز الفنون الروحية والدرامية، ومن خلالهم
إلى السيد محمد الخراط المندوب الجهوي للثقافة وكل معاونيه، وأمسية رائعة وراقية ورائقة للجميع.